اهلا بيكم قبل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير. خلينا نوريكم ازاي مصر عملت كل حاجة علشان تظهر في ابهى صورة قدام العالم. في عام 2002 جه فاروق حسني وزير الثقافة، كان عايز يبني اعظم متحف في العالم. الاعظم متحف في العالم لازم له معماري شاطر، فجاب معماري اسمه ايرش، وايرش ده كان صيني. واكيد بتقولوا اشمعنى هو؟ لان ايرش كان عايز يعمل ان المتحف اول ما تطلع فوق يطل على الاهرامات، فاختاروا في الاول 20 تصميم وبعد كده 3 وبعد كده ايرش. شوارع ميدان الرماية وطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي اتجملت تماما، وخصوصا طريق الدائري. الطرق المؤدية للمتحف والمناطق اللي حواليه اتطورت بالكامل، وكمان عملوا مرافق سيارات وحافلات وإضاءات ليلية تخلي كل حاجة تشع نور. المتحف دخل في مرحلة تشغيل تجريبي من أكتوبر 2024 علشان يتأكدوا كل حاجة جاهزة قبل يوم الافتتاح الكبير. التجهيزات دي مش بس للزوار، دي كمان لضمان سلامة القطع الأثرية وتجربة سلسة لكل شخص بيجي. كل التحضيرات دي عملت فرق كبير. مصر مستعدة تستقبل العالم بأجمل شكل، والمتعة والدهشة في انتظار كل زائر. تابعونا علشان نشوف اللحظة التاريخية مع افتتاح المتحف المصري الكبير.